محبوبة العراقيين مقبلات الباذنجانية بطريقة المطاعم. نكهة مميزة وفخمة جدا، وكوني يعني تيجي بشغل المقبلات راح أجاوبكم على أكثر سؤالين طرح قبل كم يوم فقرة الأسئلة حول الباذنجانية. أخلي البصل ني لو أحمسه شوية بالزيت، والسؤال الثاني الأكثر أهمية شلون نتخلص من السوائل اللي يصير بالباذنجانية. تلقون الإجابات بنهاية الفيديو. نحتاج ربع كوب من كل البصل، الخيار، الجزر والفلفل. خليها بطاسة، أخلي عليهم كوبين باذنجان مقلي، نص خاشوقة شاي من الكمون ومثلها كزبرة. أخلطهم زين حتى يمتزجون بشكل متكامل. بعدين راح أخلي كوب كبير من الكاتشب، استخدم نوعية زين الكاتشب، وربع كوب من الصوص، وخاشوقة وحدة كبيرة من دبس الرمان راح تنطينا لمعة وحموضة لطيفة. نخلط المكونات سوية وبس هيجي بكل بساطة تجهز عندنا. دخلوها للثلاجة فد ساعتين وقدموها التزيين. شي يعود لكم أنا خليت ليمونة على خيارة على شوية جزراية وأكيد كم حبة رمان، ويجي يكمل عندنا أحلى وألطف صحن مقبلات مال باذنجانية. لا، بالنسبة للسؤال المهم اللي يتكرر كثير، من تجي السوائل بالباذنجانية وشلون نتخلص منه؟ 3 أسباب رئيسية واكو عدة ثانية. نهتم بالرئيسية: إضافة الطماطة، إضافة عصير الليمون، وإضافة الملح. الطماطة أصلها بها سوائل، إذا تريد تضيفون شيلوا اللي بمالتها، خلوا بس القشور، مو بس القشور يعني طبقة ثخينة. وأنا صراحة ما أفضل إضافة الطماطة، شفتوا الفيديو ما ضايف طماطة أساسا. ليمون كذلك، عصير ليمون أنا ما أضيف عصير ليمون. أعوض عن الحموضة بشي بسيط من دبس الرمان كلش كافي. والملح كذلك أنا شخصيا ما أخلي ملح. ليش؟ لأنه الملح مادة ماصة للمي، فما راح أخلي ملح. الملح راح يبدي يسحب السوائل من ذن المكونات كلها، الخضار والصوصات، فراح تركز جوا ويصير قوام الباذنجانية محلو مهروس. أوكي، فإذا تريدون تخلون خلوا كمية بسيطة من الملح. أنا شخصيا ما أفضلها صراحة، شي يعود لكم. الثاني البصل أخليه ني، لو أحمسه شوية زيت صراحة أنا أخليه ني. بالنسبة اللي ما يحب نكهة البصل ممكن يحمسه شوية بالزيت ويخليه بالمقبلات، لكن هذا الشغل يكون داخل البيت ما يصير بالمطاعم. ليش؟ لأنه بصل من ينحمس راح ينمرض، راح يساعد بتلف قوام الباذنجانية ويمرضها كذلك. أتمنى وصلت الفكرة. نشوفكم في فيديو جديد، وأي سؤال حول الأكل أو المقبلات تقدرون تكتبوه جوا الفيديو جاوب عليه إن شاء الله من يصير مجال. مع السلامة. يا مع السلامة، تصبحون على خير. الساعة 1:01 تقريبا.